السلام عليكم لي فان جيم بوز غوموند افيك اسماء. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه جديده اللي هي وصفه طبقات بالدانات. وصفه ما تطيبش، سهله، وكما نقولوا حاجه بارده مثاليه للسهرات تاع رمضان ان شاء الله. اولا حين نبداو بتحضير الطبقه الاولى اللي هي طبقه البسكويت. هنا خذوا اي نوع بسكويت تحبوه. انا هنا خديت اوريو رحيتو. تقدروا تاخذوا بيمو ولا يعني غوفاني وتزيدوا لهم غير فا ولا زوج تاع الكاكاو وحين تحصلوا على طبقه يعني تاع الشوكولاته. من بعد نبدا نطم هذاك لو بسكويت تاعي بكريم شوكولا، يعني دانات من الاحسن. انا ما قدرتش نتحصل على دانات، استعملت هذه يعني عندها نفس المذاق. وبداو تخلطوا يعني تدريجيا حتى تحصلوا على عجينه. العجينه تاعكم ما تكونش يعني تلاصق، العجينه تاعكم تكون شويه يابسه، وحتى اذا شتوها ما نطمت لكمش مليح يعني قاعده تتفتت. من بعد كي حين ديروها في المول وديروها في يعني في لو ريفريجيراتور راح تحكم روحها. كيما شفتوا هنا انايا الكميه هذه تاع اوريو، العلبه تاع اوريو خدات لي علبه واحده برك. كيما قلت لكم ما تشمخوهاش بزاف، خاطر اذا شمختوها من بعد راح تطلق روحها بزاف. راح تحصلوا على عجينه ما تكونش لصق في اليد وعجينه متماسكه. من بعد انا هنا خديت ان كادر، تقدروا ديروا يعني في امول دائري ولا لو مول اللي كان عندكم متوفر في البيت. درت له من تحت يعني ورق الطبخ ولا لو بابي سولفوريزي، وبديت نبسط فيه. يعني استعملوا الايدي راح يكون احسن. يعني هاد العمليه راح تجيكم شويه واعره بصح سيسوها راح تقدروا تبسطوا الكيك تاعكم. كيما قلت لكم العجينه تكون يابسه، ما تطروهاش بزاف سينو راح تلصق وما حيش تقدروا تنحوها من بعد من لو مول تاعكم. انا هنا خديت هاد الطبقه تاعي ودرتها حطيتها بجنب الوقت اللي نحضر فيه الكريمه. في كسرولة حطيت كمية الحليب، زدت لها كمية من السكر، زدت لها كمية من المايزينا، وزدت لها نصف كيس تاع الفلان. احنا في الجزائر عندنا هذا فلان نوارة. فلان نوارة فيه 56 غرام، انا خديت نصف العلبة. النصف هذا الاول راح نستعمله في هذه الكريمه، والنصف الثاني من بعد تشوفوا في بقيه الوصفه راح نستعمله في المرآة اللي نديرها من الفوق يعني الطبقه الاخيره. خلطت كامل المواد تاعي كيف كيف. من بعد حطيتهم فوق النار وقعدت نحرك حتى شفت الكريمه تاعي شدت روحها شويه. كما شفتوا انا هنا الكريمه تاعي شدت روحها شويه يعني اختارت. في هذه المرحله نطفي النار ونزيد زوج علب تاع الكريم كراميل ولا تاع الدانات. انا هنا العلب تاعي فيهم 70 غرام يعني علب صغار. خديت علبتين ما يعادل 140 غرام. وما تقيدوش يعني ب 140 غرام تماما، تقدر تكون شويه زياده تقدر شويه ناقصه. انا هذا هو المكيال اللي خدمت به. ونحرك الكريم كراميل تاعي حتى تخلط وتذوب مع الكريمة اللي كنت طيبتها مع الأول. من بعد نفرغها فوق هذيك الطبقة من البسكوي اللي كنت حطيتها شوية في الفريجيدر شدت روحها. وندير هذه الطبقة خليها تبرد شوية درجة حرارة الغرفة حتى يعني تولي تياد. من بعد نردها في الفريجيدر مدة ساعة ولا 2 حتى تبرد وتشد روحها تماما. كيما شفتوا انا هنايا الكريمه تاعي راهي تبرد. راح نحضر الكريمه الطبقه الاخيره عفوا واللي هي طبقه المرآة. انا هنا خديت 150 مليلتر تاع الماء اللي ما عندهاش ميزان، هو الزايد يعني شويه برك على النص. ضفت له كميه من الكاكاو، كميه من السكر، كميه من المايزينا، وضفت له النصف الاخر مع هذاك الكيس تاع فلان شوكولا اللي كنت خليته في يعني مع الاول. من بعد قعدت نحرك حتى حكمت روحها شوية واختارت. ينشتو يعني تجي تبريي يعني تجي كالمرآة. مجرد أنها بدأت تحكم روحها نحيها فوق النار ونفرغها مباشرة وهي سخونة هكذاك يعني مباشرة فوق الطبقة اللي كنت درتها. هتشكون خلوها تبرد ما راح تعطيكم نتيجة شابة وما راحش تكون يعني ليس. من بعد حطيتها في الثلاجة بردت لي لمدة احتجت الكريمة تاعي بردت لي كليا. من بعد باستعمال سكين اللي كنت نجوزه كل مرة في الماء سخون نقطع، وكل واحدة تقطع بالطريقة اللي تحب. ومتقدروا ما تستعملوش امول كاغي تستعملوا امول مدور نتوما مش حبيتو. كيما شفتوا هنا الكيكة تاعي راهي واجدة.
راح تجيكم يعني شوية صعبة في التقطيع، بس حسيسوها راح تتقطع، وصدقوني رائعة وخفيفة وراح تعجبكم. وحبيت نعطيكم ملاحظة، يعني في طبقة البسكوي اللي ما تحبش البسكوي تاعها مشمخ بزاف، تقدر ما تطموش بالدانات، طموا بالزبدة الدائبة، يعني دير البسكوي مع الزبدة وتطمهم كيف كيف، راح يعني يكون عندها الطبقة هذيك تاع البسكوي كطبقة تشيز كيك، راح تعطي مذاق يعني هائل. نتمنى يا رب تجربوا هذه الوصفة كما العادة وتعطوني رأيكم. وسلام إلى الوصفة القادمة إن شاء الله، دعواتكم، شكرا.